اخرج من كاس مصر على ايد فرقه درجه تانية وللسنه الثالثه على التوالي. اخرج من كاس مصر. اول سنه احنا انسحبنا من كاس مصر، النادي الاهلي تاني سنه تم ايقافه وعقوبه، تالت سنه النهارده الاهلي بيتغلب من مصرية اتصالات في الدور ال 32 ويخرج من كاس مصر. مش حتى مثلا دور الاربعه، الدور اللي قبل الدور اللي هو النهائي، واخرج من مصرية اتصالات فرقه درجه تانية، مش حتى دوري ممتاز، حتى تلعب في الدوري الممتاز. بجد حرام يا جماعه العبث اللي احنا شفناه النهارده ده، ولا روح ولا اداء ولا اي حاجه. وشوط تاني مفيش اي هجمه وزي الزفت، وشوط اول هجمتين وخلاص. شيء مستفز جدا والله العظيم، وفضيحه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي غضبان جدا، اللي هو في الشرق الاوسط وافريقيا وفي مصر بالملايين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم هيثم كروي سلمية بنحلل الكره والسينما مع بعض. يا جماعه صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتركوا في قناه اليوتيوب، واحنا قلنا قبل كده ان اليوتيوب قال ان الاشتراك في القناه مجانا، مش هتخسر اي شيء ان شاء الله. ولو حبيت الخير لغيرك ان شاء الله الخير هيجي لك. واصحابنا اللي في التيك توك يخشوا على لينك اليوتيوب ويشتركوا في قناه اليوتيوب وتفاعلوا معانا اصحابنا اللي في التيك توك. النادي الاهلي النهارده للاسف بيخرج باهانه من نادي المصريه للاتصالات، الفريق اللي هو في الدرجه الثانيه بيتغلب 2-1 ويخرج من كاس مصر في دور 32. يا جماعه بصراحه يعني الحق يقال، لعيبه المصريه للاتصالات لعبوا ماتش حلو جدا وكانوا رجاله وعارفين ان هم بيقابلوا النادي الاهلي فكانوا متحمسين، لكن الاهلي مفيش روح خالص. والشوط الاول يعني ما فيش غير فرصتين ثلاثه، وفي لعيبه كتير لعيبه كتير لا تستحق انها ترتدي تيشيرت النادي الاهلي، ومنهم جراديشار اللي هو بياخد بالملايين الدولارات، يعني حتى مش بالجنيه المصري، بياخد بالدولار ومالوش 60 لازمه. وانفراد في الدقيقه 7 وبيضيع الكوره من خلال 40 يارده ما بينه وبين الجون، وبرضاش حتى يعطيها لطاهر محمد طاهر. لا انا ليه اقعد اجيب ناس بالدولار والزرار وناس اجانب، وتاني واحد اجنبي موجود النهارده اشرف داري مع جريديشار، يعني اتنين اجانب وبيشاركوا في هزيمه النادي الاهلي ويخرج من كاس مصر. دي فضيحه يا جماعه والله العظيم. طب ما انا عندي لعيبه ناشئين اجيبهم واطلعهم افضل. عندك اللعيب اللي جاب جونين في النادي الاهلي كان من ناشئين الاهلي اسمه مصطفى فوزي، هذا اللاعب لاعب يعني سترايكر وهجام واضح ما شاء الله، وكان من ابناء النادي الاهلي. ليه انت مشيته وهكذا؟ واحنا دايما بنبص للناس المحترفين واشتري بالملايين ده يبقى افضل. طب ما تصعد ابنائك وتهتم بابنائك، حرام بجد والله. ومنهم برضو اللي يستحق يرتدي تيشيرت النادي الاهلي احمد نبيل كوكا واحمد رضا، اللي جات له يعني النهارده فرصه على طبق من دهب ان هو يثبت نفسه، لكن للاسف احمد رضا كان دون المستوى، واحمد نبيل كوكا وحسين شكري اللي احنا مشينا علي معلول والدبيس وجبنا حسين شكري. يا جماعه اللعيبه دي لعيبه جات لها فرصه النهارده، وفريق تاني يعني قاعد على الدكه وبيبقى زعلان قوي ان هو قاعد ما بيلعبش. يا عيني جات لك الفرصه عملت ايه النهارده؟ وطرد كمان لمحمد طاهر.